رجعنا تاني لسلسلة أفلام الرعب المصرية العظيمة المميتة المدمرة العالمية الجامدة. الأفلام اللي لما تشوفها من كتر ما هي مرعبة هتفقد حاجة كده جواك، هتحس إنك أنت طول عمرك بعد كده هتفضل عايش تعبان نفسيا. عملنا فيديوهين قبل كده عن فيلم التعويذة والإنس والجن، 2 من أعظم الأعمال اللي اتعملت في التاريخ، لازم تروح تشوف الفيديوهين دول. النهاردة بقى معانا فيلم أرعب منهم، هما الاتنين مع بعض مجتمعين، فيلم رعب مصري يخليك إنك أنت تخاف تعيش في الفلاحين. هو كده كده كلنا بنخاف نعيش في الفلاحين، بس هتترعب من اقاليم مصر. وطبعا يا شباب قبل ما ابدا، انا فلاح، انا منكم، فلو قلت اي حاجه كده ولا كده عن الفلاحين اعرفوا ان انا معاكم في الفريق، وماليش دعوه بالعيال بتاعت مصر دي ذروه الفن. ولا تقول لي بقى ذا سينج ولا ذا شاينينج ولا كونجيرنج، اي كلام فاضي من الحاجات دي. احنا بنتكلم عن فيلم ورده، يعني تقوم تقف احتراما وتقديرا. طبعا انا اتعمقت في الانترنت وخاصه في قناه روتانا السينما عشان اقدر اجيب لكم التحفه الفنيه الخالده دي. ولازم لازم لازم الاول كان نوضح ان فيلم ورده قصه حقيقيه 100%، مفيش اي هاكس او كذب او اي حاجه، حتى الناس اللي في الفيلم حقيقيين 100%. فحاول بقى ان يكون جنبك مصحف مثلا او مصليه عشان لو حصل لك اي حاجه انا مش مسؤول، عشان زي ما انت شايف كده كل احداث هم بيقولوا هم بنفسهم حصلت في قريه من قرى الفلاحين. وبنبدا مع الراجل الفلاح دوت اللي بيقول ان في بنت امها كانت بتضربها بس جريت على الزريبه واتلبست، والحاج ده بيقول ان هو في حاجه اسمها جن فعلا، بس هو عمره ما شاف حد بيتلبس قبل كده. اما الحاجه دي بتقول ان هي ما شافتش حد ملبوس قبل كده. اما الاثنين دول انا مش فاهم الصراحه ما بيقولوا ايه. بيقولوا لابسه ارضيه، بيقولوا جن لابسه. الشيخ عامل ايه؟ انا خلاص تقريبا هم دول الجن. فجأة بنقطع على الشاب المصري الجميل دوت اللي قاعد بيلف حشيش، وفي واحدة ست بتصوره، بياخد منها الكاميرا وبيصورها هو، وهي اللي بتولع السيجارة. طبعا دول شوية شباب طايشين كده اشقية بيصوروا مغامراتهم يعني. هو بيقول لها بقى ايه رأيك في مصر؟ هي احلى ولا تونس؟ وبنعرف ان البنت دي تونسية. طبعا بنحبكم برشا يا اهل تونس، بس البنت دي مالها كده هربانة من عندكم ولا ايه؟ بس مش مهم، انا بحب التوانسة كده كده الصراحة. على السلامة توا يا اخي علاش. فجأة بقى عربية بتيجي تقف قدامهم، هي بتاخد الكاميرا والواد بيروح يركب العربية وبيطلع من العربيه في نفس الثانيه بعد ما يركب بكيسه سودا. فجاه بقى شحات بيهجم عليها زي الزومبي، بيقول لها جعان جعان، بس الشاب المصري بيقول له يلا يا ابني من هنا، وبيدخل يطلع ان هو اشترى مسدس. طبعا هي بتعمل دلوقتي واحد من اعظم الادوات التمثيليه. لا ثانيه معلش، ده قصه حقيقيه صح، ايوه انا خلاص، وده مش تمثيل. هي دلوقتي من ورا الكاميرا بتقول له ايه ده؟ ايه لازم المسدس ده؟ امان. فبتسكت عادي، اكيد اي حد بينزل مصر هنا عشان يتفسح. ايه ده؟ ايه لازم المسدس ده؟ بس انا عادي العبث اللي حصل دوت، ولكن هنا في سؤال، ليه هي بتتكلم مصري؟ فين برشا فين عصام الشوالي؟ بعد كده بنشوف ان هو بيصور الاراضي الزراعيه وبيعمل فلوج ان هو رايح لقريته ومعاه صاحبته. تخيل معايا اخي المصري، سواء كنت بالاقاليم الفلاحين حتى بحري عند الاسكندرانيه كده، ان اخونا وليد ده رايح قريه في الفلاحين مع صاحبته الجيرل فريند بتاعته. طبعا بنلاقي الناس بتتفرج عليهم في الاتوبيس، واكيد هو بيحاول يقول لك بكل الاشكال الممكنه ان هو دلوقتي شاب متحرر جدا. الراجل ده معاه جيرل فريند تونسيه وبيلفف لها حشيش. ايه ده؟ ايه لازم المسدس ده؟ ايه تاني تحرر ممكن يعمله؟ بعدين بيبدا ان هو يسلم على المصريين ولاد البلد اللي في الاتوبيس. شكلي كده كسفتهم شقاوه. بعد كده بنشوفها ان هي بتصور لما تنزل الفلاحين المصريين الشقيانين، وفجاه وليد صاحبها بيحضن عيل صغير ويقول له انت كبرت قوي يا حمار، ويسلم على صاحبه، وبيقول لها ان الواد الصغير ده اخوه. بيركب بقى مع صاحبه العربيه، وصاحبه ده بيساله السؤال اللي احنا كلنا عايزين نساله، ايه ده؟ ايه لازم المسدس ده؟ انت بتصور ليه يا وليد؟ هيقول له انا بعمل فيلم تسجيلي. فهنا يا ترى كده انا شفت فين الفيلم ده قبل كده؟ تقريبا كده كان اسمه ذا بلير ويتش بروجكت، وانا عملت عنه فيديو قبل كده. بس الفكره ان فيلم ذا بلير ويتش بروجكت كان الفكره من التصوير ان هم بيعملوا فيلم وثائقي عن ساحره بلير اللي موجوده في الغابه. اما انت يا برنس بتصور ليه؟ بيخش فجاه في الكاميرا اخوه يوسف وبيساله مين دي؟ هيقول له صاحبتي من هولندا. فيوسف بذكاء الطفل المصري العبقري هيقول له بس دي بتتكلم عربي، عندك حق، هي لا بتتكلمش تونسي اساسا. بنوصل بقى لبيت وليد اللي ما شاء الله قصر، هما بسم الله ما شاء الله الفلاحين عليهم شويه بيوت. بص في جنينه هنا جنب البيت وحركات يعني جامده فشخ. بيروح يحضن امه وهي بتصور اسماء الله الحسنى. طبعا امه مش مقتنعه ان في حد بيصورهم كده، والتونسيه بتبدا ان هي تقرب للصور اللي في الحيطه. والفيلم ده تعريف خطيئه الكسل، هم ما بذلوش مجهود دلوقتي حتى ان هم يحلق دقنه في الصور ديت عشان يبان ان هي قديمه، لكن هو نفس اشكالهم كلها. بس فجاه كده بنلاقي الصوره فعلا ليه وهو صغير وعنده اختين صغيرين. بس سبحان الله وليد ده بيديني احساس ان هو شكله شبه شباب الثوره بتوع 2011، عارف حد فاهمني؟ تحس ان هو من شهداء بياخد بقى صاحبته وبيطلع فوق يدور على ورده اخته، ولكن بيدخل اوضه طفله. هي بتقول له اوضه مين ديت؟ فجاه من وراها بتيجي ورده وتقول لها اوضه فاتن. بيروح يحضن اخته ما بتعبروش، وباين ان هي مش طايقاه خالص. بتقول له مين دي؟ هيقول لها صاحبتي من هولندا. فهترد عليه اكتر رد معبر، هي هتبات هنا فعلا. والله يا ورده انا مستغرب زيك، هي ازاي هتبات هنا فعلا وبتمشي وتسيبه؟ حتى انا عارف انك انت نفسك تسال، بما ان دي قصه حقيقيه وكل المشاهد دي حقيقيه، هم ليه وليد دوت بيصور كل ده؟ بس للاسف ما عنديش اي فكره خالص. حتى اللي بيصور نفسه تقريبا ما يعرفش. اصل يا برنس يا ملك انا مش قصدي اعدل عليك خالص، بس لو بتعمل فيلم تسجيلي اكيد في معنى منه. يعني هو انت مش بتسجل 24 ساعه وخلاص كده، انت مش ستريمر. بس احنا بنشوف بقى للواقعيه كده، هي بتروح تصور سلسله والبنت الصغيره. بعد كده بقى بتروح تصور اخوه وهو بيلعب كوره. برافو
اوه ايوه كده طلعت التونسيه اللي جواكي. بتديله الكاميرا وبص بقى الديالوج وبص بقى الحوار العظيم المكتوب حلو جدا. قصدي الحقيقه قصه حقيقيه دي اللي هيدور ما بين الطفل وما بينها هي. الشيخ هعمل لها. هي بتقول له انت هتصور ايه دلوقتي؟ فلسبب ما دلوقتي هو هيقول لها ان انا هصور الجن. هتقول له مين شاف الجن؟ هيقول لها ورده. فهي هتتخض طبعا. ده ذروه الرعب. لابسه ارضيه. بعد كده بنشوف ان يوسف بياخد الكاميرا ويبدا ان هو يصور هو شويه رعب بس. خضوني حتى اي حاجه. تعبت برشا برشا برشا. مع السلامه. ايه ده؟ بيقعد بقى ان هو يصور اخته. بيقول لها ان هو هيحط الفيديو على البلوج بتاعته. وبنفهم ان هو بلوجر ايام 2014. على فكره انا كان عندي بلوج على موقع بلوجر. حد فاكر المواقع دي زمان؟ فهي هتقول له يعني ايه بلوج دي؟ هيقول لها على النت يعني. هتقول له النت يعني العالم كله هيتفرج عليا. اقسم بالله ملكه. اديله كمان الواد هتقول له ابوك كان عنده حق ان اللي بيعيش بره بيتغير. فبيحس كده بان هو راجل لاول مره في حياته. بيقول لها اعدلي الطرحه. فبص بقى هتعمل ايه دلوقتي. الله عليك الله اكبر ما شاء الله. بس بص بقى خطيئه الكسل هتوصل الانسان لايه. هما دلوقتي بيقرروا ان هم يحكوا لنا القصه اللي هتتبني عليها الفيلم. فهو مشغل الكاميرا جنبه وبيسالها اسئله عشان هي تجاوب ونفهم ايه اللي حصل. ده من اكتر حاجات الكسلانه اللي انا شفتها. الخص بس اللي هم قالوه بسرعه عشان بتعب نفسيا. ان وليد دوت كان مسافر وابوه مات وهو مسافر. ولكن عمه كان عنده خلاف مع ابوه. بعد ما هو مات محدش بقى بيزورهم من ساعتها خالص. وهي دلوقتي متضايقه ان البنت الاجنبيه ديت جايه تبات في اوضه فاتن اختهم الصغيره اللي ماتت. بس في تفصيله صغيره قد كده اهو. حضرتك دلوقتي لسه قايله من شويه ايه البلوج ده يعني فلاحه. بس ليه يا استاذه ورده حضرتك لهجتك دلوقتي اتغيرت فجاه بقت من اكتوبر عادي؟ بس صح لابسه ارضيه. استمرارا بقى لخطيئه الكسل ان هو يقول لها دلوقتي من العدم كده انت لسه بيجيلك كوابيس يا ورده. هتقول له ايوه. هيقول لها زي بتاع زمان. هتقول له انا هسالك سؤال. انت ايه اللي رجعك هنا؟ امك قالت لك حاجه عن اللي بتحصل في الدار هنا؟ ايوه احكي لي الحبكه كمان وكمان. هيقول لها جيت اطمن عليك وبس وماشي. هتضحك بقى ضحكه اللي كده وتقول له كتر خيرك بس لا مؤاخذه يعني اخر 4 سنين ولا بتسال ولا جيت تطمن حتى على ابوك العيان. طب ايه طب هنكمل طول الفيلم بتحكوا القصه ولا ايه؟ عايز اجتهد انا شويه حتى وروني اي حاجه بالله عليكم يعني. وبعد كده بقى بيروح ياخد الامرايه اللي معاه ديت وبتمشي معاه في وسط البلد يوريها مدرسته ويقول لها ان هو اتعلم هنا مع ابن عمه حماده. بيعرفك يعني ان هو عنده ابن عم اسمه حماده عشان فجاه سبحان الله حماده بينادي عليه مع عمه بقى اللي هو بيكرههم ويقول له الحمد لله على السلامه. وطبعا عمه مستغرب جدا هو ليه جايب التلفزيون يصورهم. هو يعني قصده على الكاميرا يعني. انا بقى بحاول اسمع هما بيقولوا ايه. حاول كده تسمع معايا. بعد ما حاولت اسمع بقدر الامكان بكتشف هنا قد ايه وليد ده طلع عاق جدا لدرجه ان هو ما جاش عزا ابوه. فعمه بيلومه على ان هو ازاي ما يجيش يعني. ولكن وليد بيقول له اوعى تكون فاكر يا عم ان انا جاي ابيع الارض. قال له يا ابني ومين جاب سيره الارض دلوقتي؟ ولكن بعديها ابن عمه حماده بيعمل الحركه دي بارادته الشخصيه. محدش اجبره هو بيعمل كده لوحده. وليد بقى بيمشي وهو غضبان ما تفهمش ليه يعني. بعد كده بقى بنشوف ان هم قاعدين بياكلوا وهو قاعد بالحمالات وبيصورهم برضه كما بياكلوا لان هو بيعمل فيلم تسجيلي. ايوه صح دي قصه حقيقيه. بس شوف بقى النسبه الذهبيه هنا المخرج اتقنها ازاي. بسم الله ما شاء الله. مع وجود في الخلفيه اسم الله بيدل على ان الناس ديت بيحاولوا ان هم يقربوا من ربنا. وهم بتبص لنا والله يا حاج هو اللي بيصور انا ماليش دعوه. فجاه بقى بنسمع صوت حاجه بتتخبط. ورده بتعمل رياكشن بوشها ان هي عارفه اللي فيها. وهو بقى بياخدنا معاه وهو رايح يفتح الباب. ودي واحده من اكتر الحاجات المرعبه اللي انا شفتها من فتره طويله وهي بيوت الفلاحين بالليل. بص كده لما يفتح الباب بتلاقي ان فيه هو كده عارف اللي هو فراغ قدامه ملوش نهايه. مشكلتي مع الفلاحين ان هم بيناموا بعد العشاء فتلاقي ان الدنيا ضلمه والشوارع فاضيه وفي دايما ضوء خافت كده بعيد. في صوت صرصور حقل كده مع الاراضي الزراعيه الكبيره قوي دي بترعبني. الحاجات دي كومبو مثالي للرعب. بس هنا هم ما بيكرروش يعملوا اي حاجه بالكومبو المثالي دوت وبياخدنا تاني ويطلع فوق. بص بقى تفاصيلك يا عم المخرج. بيلاقي الفراخ والبط اتاكل ما فضلش غير العظم عشان يوريك ان هم كانوا بياكلوا بجد. وبنكمل بقى ان هو بيحكي القصه وبيقول لها ان هو عمي وابن عمي بيخوفونا ياما وبيخوفوا الناس عشان احنا نروح نبيع الارض بسعر رخيص وما نلاقيش حد يشتري مننا. بعدين فجاه ورده بتلف عليهم وتجري على الحمام. الولد الصغير عبقري كان هيضحك بس افتكر ان هو هيمنع عنه المصروف فقام منزل دماغه كده كتم الضحكه والكاميرا بتقطع. انا مش فاهم ليه طول الفيلم بيعمل القطعه دي. فجاه بقى وليد بيقرر ان هو يفرجنا على اخته وهي نايمه تعبانه. بعيدا عن كميه الغرابه والتحرر اللي في وليد دوت ليه امه الفلاحه العظيمه دي ما جاتش اديته كف كده على وشه ان هو بيصور اخته وهي نايمه كده. مش عارف فلاحين ايه دول. بعد كده بقى بنشوف ان وليد اخته بتموت يا عيني تحت وامه هتبات جنبها من كتر ما هي تعبانه عشان خايفه عليها. فهو بيقرر يا عيني من كتر الحزن انه يطلع لصاحبته فوق يشربوا خمر على السطح وحشيش. يا حبيبي يا وليد. وبيقول بفخر كده كلام مسيلمه الكذاب اصحاب الاخدود نفسهم ما يقدروش يقولوه ان ده اول كاس بشربه في بيت ابويا بفخر كده. دلوقتي بقى هنكمل ان احنا نسمع الفيلم ما نشوفوش لان هم هيقرروا دلوقتي ان هم يحكوا القصه تاني. بتساله مين فاتن دي فبيحكي لها ان دي اخته الصغيره في يوم من الايام تعبت فجاه. ابوه وداها المستشفى ولكن محدش عارف كان مالها والناس قالت ان هي
معمول لها عمل او راكبها جن وبعديها ماتت. امه فضلت حابسه نفسها سنتين من الحزن، وورده اخته تعبانه من ساعتها. طبعا هي مش مصدقه موضوع الجن ده، وهو بيديها ابتسامه كده اللي هو انت مش فاهمه حاجه. افتكر دلوقتي ان هو بيتريق عليها ان هي مش مصدقه بحوار الجن، تمام؟ وانا مش فاهم اصلا ازاي واحده تونسيه مش مؤمنه بالاعمال. انا بهزر طبعا. بيرجعها بقى اوضتها ويقول لها تصبح على خير، فبتبص له بصه كده كلها رغبه وتقول له خليك معايا. هيقول لها عيب، فبيدخل بيقعدنا بقى قدامه كده ويقول لنا ويكلمنا بوشه اللي شبه يحيى انجلو دوت وعامل وشم ان النهارده اول يوم في البيت. بعدها فجاه بنسمع ضرب نار، بياخد سلاحه ويجي يطلع يفتكر ان هو انسانه، فبياخدنا معاه ويدي الكاميرا للبت. بينزل بقى الراجل الشجاع الجريء احمد السقا وبيقول لها هات الكشاف، وياخدنا ويقعدنا ويورينا ان هو شجاع يعني، وبيطلع السلاح وواقف مع مش هامه حد. فجاه ورده بتصوت فبياخدنا ويطلع فوق، بيطلع ان هو ده المرعب. بينهج بطريقه مصطنعه جدا. لا والله بعدها بيكتبوا اليوم التاني. بص انا ممكن اعدي لك اي حاجه، كل الخطايا والذنوب والمعاصي اللي انت عملتوها في الفيلم هنا انا مسامح فيها، بس يوصل بيك الحال انك تكتب لي اليوم التاني. يعني انا هوريك حاجه صغيره، انت لو جبت لي بعديها المشهد دوت وانت بتصور الصبح انا اكيد هفهم ان ده تاني يوم. انت ليه بتكتب ان ده تاني يوم؟ هل انت شايفنا فلاحين يعني فبتتريق علينا ان احنا صعايده وفلاحين؟ ومره واحد صعيد دخل على عياله لقاهم شغالين مروحه على 3 هم 2 بس فنزل فيهم ضرب. بيصور ارنب بقى مضروب بالنار، ابن عمه اكيد هو اللي ضربه امبارح وهو ده الصوت اللي خوفهم. طبعا بقى عشان الواقعيه الكاميرا بتلاقي العدسه بتاعتها وسخه مش عارف ايه ده، وبيصور كل حاجه حتى الان ما عدا الرعب. بيقطع بيدينا ساوند افكت كده جامد قوي وهو بيوريها الزريبه وبيحكي لها قصه تانية تخليك عايز تضرب نفسك بالنار زي الارنب كده من كتر الملل. بيلعبوا بقى مع الحمار وبعديها بتطبخ له ملوخيه. طبعا بص الحوار المثير جدا للاهتمام ده. بتخربي في ايه انت بس؟ شكلك كده هتكسفيني قدام امي. انا اصلا مش عارفه هشيلها ازاي دي. انا هقول لك. انا مش شايف اعمل لها. فجاه بقى في صوت، ايوه هو ده الرعب جاي، هو الرعب جاي. بياخدنا ويطلع فوق الورده، وعايزك تشوف اللقطه الملحميه ديت. بيروح يلاقي اخته مكسره المرايه ومتعوره ومغمى عليها، فالملك يحيى انجلو الله بيعمل ايه؟ بيروح يدينا شوت الاول كده للمرايه وبعدين يروح يحط الكاميرا وبعدين يشوف اخته مالها. بيقطع بساوند افكت، راجل بيمشي بيركب بيثبت الكاميرا قدامهم والدكتور بيكشف على اخته. طبعا لو عندك نفس السؤال هم ليه مخلينا في الوضع ده، اكيد لان هم عايزين دلوقتي يحكوا لنا القصه. الدكتور بيسال امه هي مالها، هتقول له لابسه ارضيه فبيدي علاج وبيمشي. بعديها بقى المخرج العالمي وليد بيبدا ان هو يصور كل تفصيله في اخته وهي نايمه. ليه يعني؟ مين اللي فكر في الفكره دي؟ وبعديها بيحط الكاميرا في وشها. ليه يا وليد يا حبيبي عملت كده دلوقتي؟ بتخربي في ايه انت بس؟ امه بتنادي عليه فبيحط الكاميرا جنب وش اخته وبيقول لامه ان هو هيروح يجيب الدواء. وهنا بقى جهز نفسك اخيرا لواحد من اكتر المشاهد المرعبه اللي هتشوفها في حياتك. شوف كده، الحمد لله والله انا بتفرج على الفيلم ده الصبح وسط الدوشه والناس صاحيه. تيك تيك. تونس بالله ان هي بتصور، والمصري بيقول لها انا خايف على اختي قوي. باين يا حبيبي الخوف. بيلاقي بقى ان امه بتحمي ورده وتونس بتصور الكعبه. تونس مصر السعوديه والله العظيم. فجاه بقى بنسمع صوت حاجه في الحمام، امه بتصوت يا ورده. برافو. امه اتعورت في رجليها وبتقول له ان ورده وهي بتحميها لقت ان ظهرها كله ازرق، ولما جت تشوف ظهرها ماله سقتها ورمتها على البلاط، وان عينين ورده كانت غريبه كانها شيطانه. بس برضه نفس السؤال، انا ليه معاكم في الوضعيه دي؟ وليه اصلا انت بتصور امك في الوضعيه دي؟ انا ما عنديش فوت فيتش مثلا ولا حاجه، انا عندي اسئله كتير جدا هنا. بتقول له بقى ان صاحبه قال لها على شيخ كويس يجي يبص عليها. هيقول لها شيخ ايه ياما ده؟ احنا هنخيب ولا ايه؟ بعد كده بقى يا عين الحزن بياكله فبيطلع مع المزه فوق يشربوا حشيش. بعديها بيلاقي ضرب نار، يقول لها عمي بيخوفنا. فجاه ورده بنكتشف بقى ان هي مش فاكره اي حاجه من اللي حصلت الصبح ديت، ان هي زقت امها او اي حاجه خالص. عشان اوريك ازاي ان هم عمالين يحكوا القصه وبيقولوا معلومات كتير قوي ملهاش اي لازمه خالص. بص على المعلومه القيمه اللي احنا نعرفها منه دلوقتي دي. المعلومه اللي هو هيقولها دلوقتي دي وهيضيع وقت من حياتي عشان اسمعها، ان حماده ابن عمه كان قاري فتحه ورده وتعرض لها زمان قبل كده. الفيلم حرفيا هيخلص وكل المعلومات اللي هم بيقولوها ديت مش هنحتاجها. انا عمري ما شفت حاجه كده قبل كده. يعني تعالى انا هتحداك دلوقتي، الفيلم هيخلص ونشوف هل معلومه ان هي كانت قاريه فتحه ابن عمه ده هيفرق معانا ولا لا. تحدي مع بعض. المهم ان هو بيقرب منها كده ويقول لها ان انت متهيألك بس في دماغك كل الكلام دوت. هم بيحاولوا ان هم يخوفوكي ان انت جواكي حاجه ويقنعوكي ان هيحصل لك نفس اللي حصل لفاتن اختك، بس هو مفيش اي حاجه خالص. بيصور امه وهي بتصلي، بيصور شبشب امه وهي بتصلي، بيصور علاج امه وهي بتصلي. هتقول له صليت العشاء يا وليد؟ هيقول لها بطلت. والله يا وليد يا اخويا انا نفسي اعرف دلوقتي انت ايه ذنب تاني ما ارتكبتوش؟ يعني انت زاني، شارب الخمر، ما بتصليش، بتشرب حشيش، عاق، ايه تاني محتاج تعمله عشان تكون فاسد؟ يعني انت المفروض انت اللي توسوس للجن اللي في الدار هنا، هو اللي يخاف منك انك انت اللي تفسده مش انت اللي تخاف منه خالص. يعني بيقعد بقى مع المزه يتفرج على الصور على السرير. يا ابني فين امك؟ وايه الزاويه دي؟ والله انا ليه شايف رجلك؟ بس معلومه جديده بنعرفها ان هو بيقول لنا دلوقتي ان ابوه ما بيحبوش، عشان كده هو قرر يسيب الارض ويطلع بره يدرس سينما. فجاه صوت خبط، هي بتاخدنا عشان نشوف في ايه. بيجي ينزل السلالم بيسمع فوق صوت عيال صغيره بتلعب، بيطلع يشوف في ايه، مفيش حاجه. بينزل يبص اللمبه بتنفجر، بيجري يجيب كشاف، بينزل يسمع حلل بتقع، ولكن البرنس يوسف بيصحى فكل حاجه بتقف وبس. خلاص كده بيقعدنا بقى ويقول لنا
لنا ويأكد علينا ان ده اليوم التاني، ويقول لنا ان هو لسه مقتنع ان في تفسير لكل اللي بيحصل ده، وبعديها بيكتبوا لنا عشان احنا من ذوي الاحتياجات الخاصه ان ده اليوم التالت. افهم، احنا اغبياء قوي. بنشوفه بيشتري حاجه بتطلع ان هي كاميرات جايبها دلوقتي عشان يركبها في البيت، وامه بتيجي تسال لو حد شاف يا جدعان المصحف اللي في اوضه ورده اختفى فجاه. بيروح بقى يركب الكاميرات وبيخلص معانا دلوقتي فيلم ذا بلير ويتش بروجكت، وبنبدا دلوقتي في فيلم بارانورمال اكتيفيتي. اكيد يعني مش هنقلد فيلم واحد يعني. ويا عم وشك ده بيدخل على تونس بيلاقي ان هي بتتفرج على يوتيوب، بتتفرج عليا، اتاكد انك عامل اشتراك. بيلاقي ان هي بتتفرج على فيديوهات لقسيس امريكي بيشيل جن من جسم واحده، وبعد كده فيديو لواحده مصريه محجبه في حد بيشيل الجن منها. اكيد واحده مصريه محجبه هتبقى فين يعني؟ في كنيسه اكيد. واسم الفيديو بعد كده فيديو لواحده هنديه جايب 8 مليون مشاهده في سنه 2014. بص مين هنا؟ البنت اللي رمت المصحف واتسخطت. ليه انا بشوفها في كل حته؟ طبعا دلوقتي احنا بنشوف البنت التونسيه العربيه المسلمه هي والولد المصري الفلاح المسلم. كل الاحداث دي هم ما كانوش مقتنعين بالجن، ولكن اقتنعوا لما شافوا فيديو لواحده اجنبيه ولا واحده هنديه. بس الحقيقه ان هو لسه مش مقتنع، هي بس اللي اقتنعت يعني. بعد كده بنشوف مشاهد رعب، اخته بتتقلب على السرير، الصاله، السلم، قدام الدار. بعد كده بقى بالليل البنت بتلاقي المصحف مرمي في الارض وتروح توريهوله، ولكن فجاه امه بتنادي عليه وبتلاقي الخمره فبتهزقه، فالبنت صاحبته بتمشي. مشاهد كتير بقى قوي قوي للشقه ما فيهاش اي حاجه، بس اتفرج عليها وخلاص. نور اللمبه بيلعب وهو قاعد بيصور، معرفش ليه في الزاويه دي برضه. بعد كده بالليل ان هو بياخدنا وبيروح للسلم، في صوت صرصور الحقل كده في الخلفيه. بيجي يدخل المطبخ بيلاقي الدنيا ضلمه، بيجي يولع النور مفيش اي حاجه، بيجي يبص وراه. اصل انا قلت محدش هياخدكوا انا بقى. في اباجوره بتقع هناك وهو بيصورها، لما بيروح يتفرج على الكاميرات لان الاباجوره وقعت لوحدها، ولما وقعت اخته ظهرت وراه. بعد كده بقى بننتقل لاخته، وجهز نفسك لتاني اعظم مشهد رعب في التاريخ الحديث. اخته بتقوم تفتح الباب، تدخل للباب التاني اوضه اختها الميته، وتخرج ترجع تاني لاوضتها وتبص لنا. والله مش احنا اللي قتلناها. بيقعدنا بقى ويحكي لنا الحاجات اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي حالا، وبعدين بيكتب لنا ان ده اليوم الرابع يا اغبياء. بيستسلم بقى ويجيب شيخ اخيرا وبيأسلم، ودي اخيرا اول ميزه في الفيلم. وان اولا الشيخ ده راجل محترم، شيخ فعلا مش راجل نصاب. وهنا بيسأل وليد حاجه مهمه جدا، ان هل اخته عندها حاجه نفسيه او مرض نفسي، وبيكمل وبيقول ان هو بسبب الجهل الناس بتفتكر ان المرض النفسي انه عمل او مس من الشيطان، وبيقول ان العلم والايمان بيكملوا بعض، وده كلام محترم ومتربي احسن تربيه. الشيخ بقى بيفضل يتمشى كده شويه، بعد كده بيقعد واخوها طبعا بيصور. وهنا بقى مشهد حلو الحقيقه، الشيخ بيقرا ايه الكرسي وبيشممها عطر وبيشغل قران ويبدا ان هو يرقيها، وهي بتبدا ان هي تتنفس بصعوبه، تطلع دم من مناخيرها. وبص طبعا الشيخ قاعد بيقرا قران وتعب نفسه، ده قاعد بياخد زاويه تصوير المناسبه لاخته، بيقرا قران على ميه وبيصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بتتشنج البنت كده وبيجي يشربها، ما بترضاش تشرب الميه ديت، بيطلعهم بره. بعد كده بنشوف مشهد طويل قوي ليهم هم قاعدين بره، والشيخ فجاه بيطلع عرقان ومش قادر، وبيقول لهم ان هو مش عارف فيه ايه، وان هو هيروح يكلم الشيخ اللي علمه يجي يساعده لان الموضوع طلع كبير قوي، وبيمشي. بص دلوقتي احنا قدامنا اخر 10 دقايق في الفيلم، والفيلم اصلا كله مدته ساعه و5 دقايق تقريبا، فازاي ان هم هيستغلوا اخر 10 دقايق في الفيلم؟ الرعب من اول دلوقتي هيبقى عظيم جدا، فجهز نفسك. بص مثلا على الدقيقتين اللي جايين دول انا هسرعهم، بص عليهم ايه المعنى. بعد كده بنشوف حمامه وشويه هوا بيحرك اللمبه كده، وبعد كده بيكسر النيش. ايه معنى الحياه؟ ايه معنى الدنيا يا جماعه؟ ايه معنى الرعب؟ بعد كده بقى بالليل بنلاقي ان لما الام بتمشي من جنب ورده بتقوم تفتح الابواب من غير ما تلمسها وتمشي وتسيب البيت. تاني يوم يوسف الجن بيشده، فهو رايح ناحيه اخوه، المفروض ان هو يمسكه، لا بيسيبه يقع يتدجلج على السلم عادي عشان بيصور. بعدها بياخده ويحطه على الكنبه يحاول ان هو يفوقه، امه بتيجي بيغمى عليها هي كمان، بيكبر دماغه من امه خالص وبياخد اخوه عشان يوديه المستشفى. بعد ما بيمشي اخته بتيجي بتدخل لامها وتقول لها فين وليد وفين ابويا؟ تقول لها يا بنتي ابوكي مات من زمان، مالك يا ضنايا؟ وتحضنها. هتقول لها هي السبب في كل ده. هي مين؟ ورده. ما انت ورده يا بنتي. بص بقى دلوقتي المشهد ده هو مشهد الختام بتاع الفيلم. دلوقتي انت قدامك كل الطرق الممكنه في الحياه عشان ترعب المشاهد، كل الطرق متاحه، انت عندك فري ويل، اراده حره، انت ممكن تعمل اي حاجه دلوقتي، انت ممكن تخلي ورده دي تاكل امها عادي، انت حر. بص هم هيعملوا ايه. يا والله ما مش فاهم يعني انت يعني ايه. انت عارف بجد لو ابسط حاجه عملوها هم لو خلوا ورده تخنق امها ببطء لحد ما تموت، المشهد ده هيكون مرعب قد ايه. دلوقتي بقى في بلوت تويست للاسف، يعني بتبص لها وتقول لها انا فاتن ياما. ليه 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 كده؟ ليه تقليد الغرب ده؟ لا بجد بقى المره دي انا ممكن اغفر لك كل اللي انت عملته في الفيلم الزرايبي ده، بس انك انت تقلد الغرب ان هي دلوقتي في روح اختها ساكنه فيها. يا ابني احنا مسلمين ما بنؤمنش بالكلام ده، حتى المسيحيين ما بيؤمنوش بان في روح انسان بتسكن روح انسان تاني، مفيش حاجه اسمها كده. يعني الحاجات دي بس بتتعمل في افلام بره. انت متخيل بقى ان انت عندك دلوقتي موضوع الجن ده ماتيريال عظيم كبير جدا ورائع عشان تستخدمه وتعمل منه فيلم رعب عظيم. يعني انت سبت قوم الجن كلهم وقوم الشياطين والعفاريت وابليس وكل الحاجات دي كلها عشان تنهي الفيلم كده؟ وليه فاتن اصلا هتقتل امها؟ ليه يا حبيب قلبي؟ بعد كده بقى اخوها بيوصل بيدور عليها، بيطلع لها فوق بترميه يخبط في الكاميرا، ويكتب لك في الاخر ان هم بعد ما لقوا جثه وليد وامه النيابه اتحفظت على الكاميرات وورده دخلت مستشفى نفسيه. لا يلا من النيابه يلا فين الرعب؟
فين الحبكه؟ انا قلت لك ايه في الاول؟ قلت لك اتحداك ان المعلومات اللي هم عمالين يقولوها دي كلها مش هنحتاجها. اتحداك فين القصه اساسا؟ وليه بتقتل اخوها؟ يعني هو ايوه يستاهل، بس ليه يعني؟ انا اكتر حاجه والله مضايقاني موضوع روح اختها ده. يعني اخي التقليد الغربي ما يوصلش للدرجات دي. انت مقلد الفيلمين ماشي عادي، ما عنديش مشكله، بس انت عندك دلوقتي ماتيريال عظيمه جدا. موضوع الجن ده رهيب، تقدر انك تطلع منه كميه رعب عظيمه. الفلاحين نفسهم زي ما قلت لك حياتهم وفكره ان هم بيناموا بعد العشاء وبالليل بيبقى الجو بقى هادي وصوت صرصور الحقل والغيطان والانوار الخافته دي مرعبه جدا لوحدها. صح نسيت ان ده فيلم قصه حقيقيه. فده واحد من اعظم الحاجات اللي انا شفتها في حياتي، واتمنى ان انا اشوف افلام زي كده اكتر واكتر، واتمنى ان انا اشوف افلام مصريه رعب اكتر من كده واستمتع بالافلام دي واكلمكم عنها وتكلموني عنها ونتفرج مع بعضينا وبس كده. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك. سلام.